لو قرينا العهد القديم، لو قعدنا نفر كده في العهد القديم هنشوف السيد المسيح في العهد القديم. واحد يقول لي يا ابونا ازاي ده السيد المسيح ده موجود في العهد الجديد بس؟ لا، السيد المسيح موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد. وزي ما المسيح قال لليهود قبل ان يكون ابراهيم انا ايه، انا موجود. لو فرينا في العهد القديم هنشوف السيد المسيح، هنشوفه في ايه؟ اما نشوفه في اشخاص، اما نشوفه في اشياء، اما نشوفه في احداث. اشخاص، شخص رمز للمسيح، او شيء رمز للمسيح، او حدث رمز للمسيح. زي ايه؟ شخص رمز للمسيح هنشوف النهارده زي موسى النبي. موسى ده كان كله كده رمز للمسيح. شيء رمز للمسيح زي ايه؟ زي مثلا المن، طست المن ده رمز للمسيح. الحية النحاسية، الحية النحاسية دي رمز لصليب المسيح. في بعد كده أحداث رمز للمسيح، حدث رمز للمسيح زي الحدث لما أبونا إبراهيم خد ابنه إسحاق، وإسحاق خد الخشب، الحطب الخشب يعني على كتفه وطلع على الجبل، زي ما المسيح خد الخشب على كتفه وطلع على التلة. وبعدين هناك الأب قدم ابنه محرقة، والمسيح الآب قدم ابنه. وكما رجع إسحاق حيا برضو المسيح قام حيا منين؟ من الأموات. الحدث كله رمز للإيه؟ للمسيح. يبقى احنا ممكن نشوف المسيح، قولوا معايا بقى، ممكن نشوف المسيح في العهد القديم إما في إيه؟ أشخاص أو أشياء أو أحداث. تعال بقى نشوف النهاردة موسى النبي كرمز للمسيح. موسى ده كرمز للمسيح. أنا بكلمكم النهاردة عن موسى عشان امبارح كانت الكنيسة بتحتفل بموسى النبي. أنا كنت محضر على فكرة موضوع تاني، لكن لما لقيت ان امبارح عيد موسى النبي، عيد نياحة موسى النبي، فقلت خلاص نتكلم عن موسى النبي النهارده. فازاي موسى النبي كان رمزا للمسيح؟ شبه المسيح في ايه؟ كلمة رمز للمسيح معناها ان هو شبه المسيح كده في شوية حاجات. هقول لكم على حوالي 12 13 حاجة موسى فيه كان رمز للمسيح. يعني مثلا اول حاجة، موسى اول ما اتولد اتحكم عليه بالموت. موسى أول ما اتولد اتحكم عليه بالموت. فاكرين القصة؟ فرعون قال لكل شعب بني إسرائيل، قالوا للدادات اللي بتولد لو لقيتوا ان المولود ولد اعملوا ايه؟ اقتلوه، ولو المولود بنت ايه؟ سيبوها. فبدأوا فعلا يقتلوا كل الأولاد بتوع مين؟ بتوع بني إسرائيل. فيش بس بقى غير أمه، أم موسى لما ولدته وشافته كده واد جميل فخبأته 3 أشهر، ولما بقى الموضوع هيتكشف راحت حطيته في سبت كده وراحت ايه؟ رمياه في النيل. فموسى اول ما اتولد اتحكم عليه من الملك، اتحكم عليه بالايه؟ بالموت. طب والمسيح؟ نفس الكلام، اول ما اتولد اتحكم عليه من هيرودس، اصدر امرا بان يقتل كل الايه؟ كل الاطفال. شوفوا الشبه ازاي؟ ده اول ما اتولد اتحكم عليه من الملك بالموت، وده اول ما اتولد اتحكم عليه من الملك برضه بالايه؟ بالموت. شبه تاني هو ده، فرعون أمر بقتل كل أطفال اليهود، وبرضه هنا الملك أمر بقتل كل أطفال بيت لحم اللي كانوا 2 فإيه؟ فما دون. شبه تاني بقى، موسى نجا فين؟ في النيل بتاع مصر. أمه راحت حطته في نيل مصر، ونجا موسى في نيل مصر. طب والمسيح نجا فين؟ في مصر. برضو الملاك ظهر ليوسف وقال له قم خذ الصبي وامه واهرب الى ايه؟ الى مصر. يقال برضو ان المسيح لما جه مصر كان بيتنقل من مكان لمكان. فين؟ في النيل، في نهر النيل. فازاي موسى كان طفل صغير وكان بيمشي في النيل والنيل هو اللي نجاه، المسيح له المجد وهو طفل صغير برضو كان مشي في نيل مصر، ومصر هي برضو اللي ايه؟ اللي نجته. شوفوا الشبه قد ايه. شبه كمان، بس أنا عايزكم تقولوا لي بقى الشبه ده إزاي. أم موسى رضعت ابنها بالأجرة كما تفعل كنيسة المسيح. أم موسى رضعت ابنها بالأجرة كما تفعل كنيسة المسيح. إزاي ده؟ شوفوا إزاي. إيه الحكاية بتاعت أم موسى؟ لما موسى اترمى في النيل
جت بنت فرعون خدته وحبته وقالت ده خلاص هيبقى ابني، طب انا محتاجه حد يرضعه. فراحت طبعا ايه اخته راحت جابت امه. فلما جت امه، شوفوا بقى اللي بيحصل، لما جت امه فام بنت فرعون قالت لها ايه؟ قالت لها اسمعي الواد ده ابني، مع ان هو ابن مين؟ ابن الست اللي واقفه دي. اسمعي الواد ده ابني، ده حبيبي ده، بس انا هديهولك ترضعيه وتربيه ليا، ترضعيه وتربيه ليا. ده اللي بيحصل بالظبط في المعموديه. اول ما ابونا بيمسك الواد وينزله في المعموديه ويتولد من المعموديه، اصبح ابن مين؟ ابن الكنيسه. فابونا مين اللي يكون واقف بقى دلوقتي؟ ام الواد. فابونا بيقول لام الواد اسمعي الواد ده من هنا ورايح ايه؟ ابني، ابن انا، ابن الكنيسه، بس انا هاخدهولك رضعيه وربيه ليا. فعشان كده الام بتاخد الواد ترضعه وتربيه علشان يبقى عضو فين؟ في الكنيسه. شفتوا الشبه عامل ازاي؟ زي ما موسى امه اللي رضعته لحساب علشان يبقى ابن بنت فرعون، فبرضه الكنيسه بتولد الولد في المعموديه وتدي له امه فعلا، امه الحقيقيه هي اللي ترضعه وهي اللي تربيه، بس لحساب مين برضه؟ لحساب الكنيسه. اعتقد ان طبعا احنا بنعملها دي كل يوم في الكنيسه، لما الكنيسه بتعمد واد بتدي له امه ترضعه وتجيبه تاني. بس اول واد اتحصل في الموضوع ده مين؟ هو موسى النبي، ان يتاخد لامه وامه ترضعه لحساب الايه؟ الاخ. شبه كمان موسى بقى لما كبر شويه كان عايش في قصر فرعون، يقول لك ترك قصر الملك وخرج لينظر اثقال شعبه. على فكره موسى كان عارف انه مش ابن فرعون، هو عارف انه يهودي وانه متربي زي ما يكون متربي في ملجأ يعني، فكان عارف يعني، بس هو قاعد يعني في القصر، قعد 40 سنه في القصر. بعد 40 سنه يقول لك ترك القصر وراح علشان يتفقد حال اخواته. اخواته اللي هم مين؟ شعب بني اسرائيل اللي عايشين بالسخره في مصر في الوقت ده، في الظلم يعني. ساب القصر ونزل علشان يشوف حال اخواته. زي مين؟ زي المسيح له المجد، اخلى ذاته واخذ شكل العبد، ساب القصر الكبير، ساب السماء، ساب العرش، ونزل علشان يشوف حال مين؟ حال اخواته. ما هو بقى اخ لينا، ما لما تجسد بقى ايه؟ بقى اخ لينا. زي ما موسى ساب القصر ونزل يشوف حال اخواته، المسيح ساب القصر الكبير، ساب العرش الكبير، ونزل علشان يشوف حال الايه؟ البشريه. حاجه كمان، موسى عمل معجزات عشان يؤمن بيه فرعون والشعب. اول ما موسى راح للشعب قالوا له احنا مش مصدقينك، فراح كان ربنا محضر له العصايه، قال له تعمل العصايه كده تتحول لحيه، تعمل كده تتحول بتاع. فبدأ الشعب يؤمن بالايه؟ بالمعجزات اللي عملها موسى. وبدأ كمان موسى يعمل معجزات علشان فرعون نفسه ايه؟ يؤمن بيه، اللي هو الضربات يعني. فموسى عمل معجزات عشان يؤمن بيه فرعون والشعب. طب والمسيح عمل معجزات عشان يؤمن به الشعب. جه المسيح وبدأ يشفي المرضى ويقوم الموتى ويفتح عينين الأعمى علشان الشعب يؤمن بيه. ونشوف كده ان كل ما يعمل معجزات يقول لك فآمن به كثيرون من الشعب، فآمن به كثيرون من الشعب بسبب المعجزات. يبقى زي ما موسى عمل معجزات برضو المسيح عمل معجزات. ده عمل معجزات عشان يؤمن بيه شعبه، وده برضو عمل معجزات عشان يؤمن بيه الايه؟ الناس. حاجة كمان، موسى خلص شعبه من أسر فرعون وأتى بهم إلى أرض الميعاد. موسى خد شعبه من الأسر بتاع فرعون وقال لهم تعالوا معايا بقى، سيبوكم من فرعون وتعالوا معايا، أنا هوديكم أرض جديدة. تاني، الشعب كان مظلوم عند فرعون، مقصور عند فرعون، فموسى خد الشعب من ايد فرعون، من ظلم فرعون، وقال لهم تعالوا انا اوديكم ارض جديده. المسيح عمل معانا ايه؟ المسيح لما جه بقى حلنا في عالمنا لقانا كلنا تحت ايد الشيطان، مش فرعون بقى، الشيطان. يقول لك فرعون العقلي اللي هو الشيطان يعني. فربنا خد ولاده من ايد فرعون وراح وداهم ايه بقى؟ ارض جديده اللي هي ارض الميعاد، فردوس النعيم يعني. ويقال كده ان المسيح لما اتصلب روحه راحت فين؟ الجحيم،
عملت ايه في الجحيم؟ خدت كل ولاده اللي كانوا مأسورين عند مين؟ عند الشيطان. خدتهم كلهم وراحت ودتهم ارض جديده اللي هي الايه؟ الفردوس. لما قال للص اليوم تكون معايا فين؟ في الفردوس. الاول قبل ما ياخد اللص راح الاول للجحيم، فتح الجحيم وخد كل ولاده من ايد الشيطان وراح فتح لهم ارض جديده فردوس النعيم. ده اللي عمله موسى، خد ولاده من ايد فرعون، بس ده خد ولاده من ايد الايه؟ الشيطان. شوفوا الفرق، شوفوا التشابه ازاي. حاجه كمان، موسى صام 40 يوم. طب والمسيح صام 40 يوم، ده شبه كبير. موسى صام 40 يوم عشان يبتدي ياخد لوحي الشريعه، والمسيح صام 40 يوم عشان يبتدي برضه ايه؟ خدمته. برضه شبه كبير. وعلشان كده اي حد فينا بيصوم بيبقى شبه للمسيح، لكن الناس اللي ما بتحبش الصيام ما بتبقاش شبه المسيح. شبه كمان، موسى اكل الشعب من في البريه عشان يعيشوا، كانوا هيموتوا لولا ان موسى صلى ونزل لهم المن، عيش خبز ياكلوه. طب والمسيح نزل لنا بقى خبز من السماء، بس الخبز بقى ايه؟ جسد. عشان كده مره قال لهم موسى اكلكم المن في البريه ولكن ماتوا. اصل موسى اكلهم عيش ايه؟ عيش ارضي، لكن المسيح اكلهم عيش ايه؟ عيش سماوي، بياكلنا جسده ودمه. فزي ما موسى نزل لهم عيش من السماء، المسيح بينزل لنا خبز الحياه من السماء. بس موسى رمز انما المسيح حقيقي. موسى رمز عشان كده نزل خبز عادي، انما المسيح حقيقي بينزل لنا ايه؟ خبز سماوي، جسده ايه؟ ودمه. ولو الشعب ما كانش ياكل المن كان هيموت، لولا المن ده كان هيموت. واحنا لولا جسد المسيح برضو ايه؟ هنموت. من ياكل جسدي ويشرب دمي يقول لك يحيا بي، يثبت فيا وانا فيه ويحيا بي. اللي ياكل الجسد المسيح يحيا، واللي كان بياكل المن ايه؟ بيحيا. بس المن ده حاجه ارضيه مؤقته يعني. رمز كمان، اهم حاجه كانت مع موسى خشبه. اهم حاجه كانت مع موسى العصايه الخشبه، كان بيعمل بيها ايه؟ كل حاجه بقى. فاهم حاجه كانت مع موسى هي الخشبه، واهم حاجه مع المسيح هي الخشبه اللي هي الايه؟ الصليب. وزي ما بعصايه موسى خشبه موسى حصلت كل معجزات، وزي ما بعصايه موسى عبر الشعب البحر، فبرضه بعصايه المسيح او خشبه المسيح او بصليب المسيح بيعبر ولاده من الظلمه الى الايه؟ النور. بصليب المسيح ده احنا عبرنا بحر الظلمات، مش البحر الاحمر. موسى بالخشبه بتاعته عبرهم البحر الاحمر، لكن المسيح بالخشبه بتاعته عبرنا بقى بحر كبير، بحر الظلمه اللي بياخدنا من الجحيم يودينا للايه؟ للفردوس. شوفوا الرمز عامل ازاي، تشابه عامل ازاي. حاجه كمان، رفع موسى يده على مثال الصليب عشان يغلب عماليق. كان مره موسى بيحارب ناس اسمهم عماليق، ناس جبابره كده، فقال لي يشوع انزل انت حاربهم وانا اطلع التل ايه؟ اصلي. فكان موسى يرفع ايديه مثال الصليب كده، كان شعبه يعمل ايه؟ يغلب العماليق دول. واول ما ينزل ايديه تتعب وينزل ايده، عماليق هي اللي ايه؟ اللي تكسب. يقول لك كده وكان اذا رفع موسى يده يكسب، ان اسرائيل هو اللي يكسب، لكن لما ينزل ايده عماليق هي اللي تكسب. ده رمز الايه ده؟ ده رمز للصليب. شعب المسيح لما يجي يحارب الشيطان، عماليق دول هم الشياطين، رمز للشياطين. فلو انت رفعت ايدك او استخدمت الصليب احنا نكسب، لكن لو نزلت ايدك او شلت الصليب اللي قدامك الشيطان يكسبك. اول ما تيجي لك فكرة شيطانية، موقف شيطاني، حرب شيطانية، على طول ارفع ايدك مثال الصليب او امسك الصليب في ايدك، على طول تكسب. لكن ليه بنتغلب؟ عشان بننسى الصليب. يبقى رفع موسى ايده على مثال الصليب، والمسيح طبعا رفع ايده على مثال الصليب وغلب الايه؟ الشيطان. حاجة كمان، موسى طلع الجبل ليستلم الشريعة، لوحي الشريعة. موسى طلع الجبل عشان يستلم الشريعة. طب والمسيح طلع الجبل علشان يقول الشريعة،
اللي هو ايه بقى؟ العز على الايه؟ العز على الجبل. لما طلع الجبل وهو فوق في العز على الجبل كان بيقول لهم ايه؟ سمعتم انه قيل للقدماء، شريعة موسى، اما انا فاقول. كلمة اما انا فاقول معناها ايه؟ هقول لكم شريعة جديدة او شريعة تكمل يعني. هو قال ما جئت لانقض بل ايه؟ بل لاكمل. فاذا كان موسى طلع الجبل علشان يستلم الشريعة، فالمسيح طلع الجبل علشان برضو ايه؟ يكمل الشريعة او علشان يقول الشريعة. ده استلم الشريعة على الجبل، وده قال الشريعة بتاعته برضو على الايه؟ على الجبل. اخر حاجة، موسى شفع في الشعب لما ربنا غضب عليه. عارفين طبعا جه في مرة ربنا غضب من اسرائيل دول، غضب خالص وكان هيهلكهم، وقال لموسى بص اوعى انت كده، بس كده وسع بس شوية كده وانا هدمرهم. فراح موسى وقف في النص وقال له ابدا ابدا تمحو اسمي انا من سفر الحياة قبليهم. فوقف موسى وشفع في الشعب، وبعدين ربنا ايه؟ يرد غضبه. زي ما المسيح بيقف امام الله الاب يشفع في البشرية، الله الاب كان يغضب علينا كلنا بسبب خطية ابونا ادم وبسبب خطايانا، لكن وجود المسيح الشفيع في جنس البشر يقول لك ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الله الاب. هذا كل واحد لما يجي يغلط فينا الله ممكن يدمره، لكن وجود شفيع دم المسيح الكفاري بيشفع فينا امام الله الاب. فكده موسى كان رمز للمسيح في 13 حاجة، شبه قوي للمسيح. طيب اخر حاجة اقولها لك، اذا كان موسى رمز للمسيح واذا كان موسى شبه المسيح، فالسؤال بقى انا مالي؟ يجي واحد يقول لي انا مالي يا عم بالكلام اللي بتقوله، موسى شبه المسيح في كذا وكذا وكذا، انا توجع دماغنا ليه؟ لا مش بوجع دماغك، انا بس الاول حاجتين بقول لك المعلومة عشان تعرف ان موسى رمز للمسيح، والسؤال الثاني انت بقى شبه المسيح ولا لا؟ يعني قعدنا نقول موسى شبه المسيح في كذا، موسى شبه المسيح في كذا، موسى شبه المسيح في كذا، انت بقى شبه المسيح في ايه؟ ولا مش شبهه؟ تصدق لو انت مش شبهه مش هيدخلوك السماء؟ يعني انا بتخيل كده ان في ملائكه واقفه على باب السماء تبص في كل واحد، في وش كل واحد فينا، شبهه خش، مش شبهه لا. فانت شبه المسيح في ايه؟ في واحد مثلا شبه المسيح انه بيصنع سلام، ما هو المسيح كان صانع سلام، ده المسيح لما كان على الصليب كان بيصنع سلام بين الارض والسماء ويصنع سلام بين الامم وباليهود. طب انت بتصنع سلام؟ لو شفت اتنين متخاصمين بتصالح؟ ولا انت اصلا مصدر للخصام؟ ده انت لو مصدر للخصام ولو بكلامك بتجيب الخصام لناس، بتوقع ناس في ناس، انت كده بتزرع خصام مش بتزرع سلام. يا بخته اللي بيصنع السلام. عارف اللي بيصنع سلام ده المسيح قال طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله. يعني ايه ابناء الله؟ شبهه، ما هو ابنه يعني شبهه. يا بخته اللي بيصنع سلام لانه كده بيبقى شبه ربنا. يا بخته الانسان اللي يبقى اخويا غلط فيا هو اللي غلطان وانا اروح له واقول له انا جاي لعاتبك مع انك انت اللي غلطت فيه بس انا جاي لك. ده يبقى شبه المسيح. ما هو احنا برضو كنا غلطانين والمسيح هو اللي جالنا. احنا اللي كنا غلطانين واللي بنغلط والمسيح هو اللي جالنا علشان يعاتبنا وعشان يعلمنا. فاللي بيصنع سلام ده شبه المسيح. يا ترى انت شبه المسيح في النقطة دي ولا لا؟ بتصنع سلام ولا بتصنع خصام؟ ممكن بتليفون منك توقع اتنين في بعض، وممكن بتليفون منك تصالح اتنين على بعض. يا بخته اللي يصنع سلام. هل انت شبه المسيح بانه متسامح ويغفر لمن يسيء اليه؟ المسيح وهو على الصليب كان بيغفر للي بيضربوه، باللي بيموتوه دول، باللي بيصلبوه، وقال يا ابتاه اغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون، انا مسامحهم. طب انت شبه المسيح في النقطة دي؟ بتسامح من يسيء اليك؟ تقول لي ابدا، ده لو واحد غلط في حقي ما سيبوش ابدا، ما سيبش حقي خالص واعمل له بلوك. احنا الموضة الجديدة دلوقتي بتاعتنا اللي هي البلوك. ازعل من واحد بلوك، الموبايل بتاعه بلوك، الفيس بتاعه بلوك، بلوك. اهو البلوك ده مش شبه المسيح خالص، لان المسيح عمره ما عمل لنا بلوك. من رحمة ربنا علينا انه ما عمل لناش بلوك، ان دايما بابه مفتوح
ودايما حضنه مفتوح. كم واحد فينا بذمتكم، كم واحد فينا يستاهل بلوك من ربنا؟ كم واحد فينا يستاهل ان ربنا يعمل له بلوك؟ كلنا، كلنا، وانا اولكم كلنا. لكن باب ربنا مفتوح، عمره ما عملها ومش هيعملها، لكن احنا بنعملها لبعضينا، يعني نقعد نعملها لبعضينا. هل انت شبه المسيح انك متسامح وتغفر لمن يسيء اليك؟ لو حد غلط في حقك سامح، هتبقى شبه المسيح. هل انت شبه المسيح في ان هو كان وديع ولا يغضب؟ يقول لك كان وديع وقال تعلموا مني لاني ايه؟ وديع ومتواضع. اتقال عليه انه كان لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. محدش يسمع صوته، وديع هادي. هل انت شبه المسيح في كده؟ ولا انت تملي غضبان وصوتك اخر الدنيا؟ احنا شبه المسيح ولا لا يا جماعة؟ هل انت شبه المسيح في انه كان يبذل نفسه عن احبائه؟ يبذل نفسه عن احبائه يعني ايه؟ يعني ممكن انا اعمل حاجة اتعب فيها عشان اخويا يرتاح. ما هو ده المسيح عمله، شال عننا الصليب عشان احنا نرتاح، شال عنا الموت عشان احنا نعيش، شال عنا العار علشان احنا ناخد كرامة. ما هو ده اللي عمله. طب هل انت ممكن عشان خاطر اخوك تتعب شوية وهو يرتاح؟ ده في ناس تقول لي نعم، يعني انا اتعب وهو يرتاح؟ ما كل واحد يشيل شيلته. ده مش شبه المسيح، ده مش شبه المسيح. هل انت شبه المسيح في ان هو كان متضع مش متكبر؟ المسيح ده اله يا جماعة، اله ماشي كده يعمل معجزات، يفتح اعين، يشفي مرضى، يقوم موتى. يعني ممكن بسهولة جدا كده يقول لك يا ارض تهدم عليك يا قد، صح ولا غلط؟ وده لما يقول يا ارض تهدي، الارض تتهد بجد. ده لما يقول يا ارض تهدي، الارض تتهد تحت رجليه. لكن كان وضيع، وكان يقعد تحت رجلين تلاميذ يغسل رجليهم. كان متضع. احنا متضعين، احنا متكبرين، مع ان احنا شويه تراب، مع ان احنا شويه تراب. الواحد فينا لو خد مركز عايز يدوس الناس برجليه. الواحد فينا لو خد له مرتب كبير شويه يبقى مش عايز يسكن جنب الناس بتوعه دول ولا جيرانه دول. خلاص بقى احنا كبرنا وبقينا. المسيح عمره ما قال بقينا ولا ده المسيح لما جه اتولد في زريبه، اختار ان هو يتولد في زريبه. هل انت شبه المسيح انك متضع بتعامل الناس باتضاع، ولا بتعامل الناس بتعالي انك فوق يعني؟ هل انت شبه المسيح في ان هو كان لا يدين احد؟ مسكوا له مره واحده زانيه عشان يموتوها، ولما قال لهم من كان منكم بلا خطيه كله مشي، وفي الاخر قال لها اما دانك احد؟ قالت له لا. قال لها ولا انا ادينك. تعرف انت تقولها دي، ولا انا ادينك. لما تشوف حد غلطان تقول له ايه؟ ولا انا ادينك. انا مالي، انت ليك رب يسامحك يحاسبك، تتوب بقى انت ما تتوبش دي حاجه بتاعك. ولا انا ادينك، انا ما ادينكش، ماليش دعوه بيك، لان انا تحت الضعف زيك. ولو كنت ماسك طوبه علشان احدفك بيها عشان انت غلطان، المسيح هيقول لي كده من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. هسيب الطوبه بتاعتي وامشي. ولا انا ادينك. احنا بندين بعض، وبندين بعض ساعات بالعين وساعات بالنظره وساعات بالفكره وساعات بالكلمه وساعات بالحواديت وساعات بالكلام وننقل. احنا مش شبه المسيح. اللي عايز اقوله لكم النهارده، هل احنا اولاد المسيح بجد ولا لا؟ شبه المسيح بجد ولا لا؟ موسى النبي كان شبه المسيح، وشوفنا كان شبه المسيح في حاجات كتير. الفكرة بقى انت شبه المسيح ولا لا؟ نصلي ونقول يا رب ادينا من صورتك، ادينا ان احنا نكون شبهك